النهارده هعمل معاكم اكله هتريحنا جدا في رمضان، هنعملها كلها في حله واحده. هنعمل كبسه فراخ خطيره. يلا بينا. هننزل بحله توب شيف، معلقه زيت عادي على معلقه زيت زيتون. وبعد ما الحله بتاعت توب شيف بتاعتنا سخنت، وزي ما انتم شايفين هي بتسخن بسرعه جدا جدا عشان توزيع الحراره فيها خطير، هنزل بقى الفراخ بتاعتي تتشوح وتاخد لون خطير. وبعد بقى ما الفراخ اخدت لون خطير معانا كده، هروح شايلاها في طبق على جنب، وهنزل بالبصلايه المفرومه، وهنزل بقى جزرايه مبشوره، وهنزل بقى بالبهارات هكتبها لكم تحت الفيديو، وهقلب بقى كله مع بعض. هرجع بقى الفراخ بتاعتي وهقلب كله مع بعض، وننزل بقى بالرز البسمتي، عايزاه يكون مغسول مش منقوع، وهقلب بقى كله مع بعضه. عايزه اقول لكم يا جماعه ان كمان توب شيف ده منتج مصري 100%، عايزاكم تجربوا منتجاتهم عشان بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. وننزل بقى دلوقتي بالميه المغليه. اتعلمت من شيف سعودي ان احنا ما بنقلبش الكبسه خالص، نستناها لحد ما الرز يطلع لفوق كده زي ما انتم شايفين، وبعدين بنروح مغطين عليها ومهديين النار وسايبينها تستوي على نار متوسطه من مده تلت نص ساعه، وبس كده نكون خلصنا. عملت بقى معاها شويه سلطه دقوس خطيره، وابتدي اغرفها وبس كده. يلا هستناكم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. يلا باي باي.